بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في قناه تيبل تنس مع الكابتن رضا سامي. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن حاجه مهمه جدا، وهي التعامل مع الكوره مع حسب ارتفاعها ودورانها. لان في ناس كتير بتقول لي انا لما باجي الكوره العاليه كتير باجي مثلا ازقها تيجي مني في الشبكه، او اجي ازقها تطلع مني بره. هي ممكن الكوره تكون في نفس المكان هنا، بس دورانها جاي عامل ازاي؟ لو هو جاي باك سبين، يعني اللي قدامي قطع الزقه اللي احنا بنقول عليها، وانا عملت كده هتقوم جايه مني في الايه، في الشبكه. ولو هي جايه سبين، جايه توب سبين، رحت صادد مثلا كده، بص هتلاقيها بتعمل مني كده. فالمهم جدا ان انا اخد بالي الكوره جايه لي من الخصم عامله ازاي، شكلها عامل ازاي، وبناء على كده هتعامل مع الكوره. لان هي ممكن تكون في نفس المكان، نفس الارتفاع، نفس كل حاجه، بس انا لو ما خدتش بالي ان الكوره جايه لي زقه، ولا جايه لي توب سبين، ولا جايه صاد سبين داخلي او خارجي، فبحاول ان انا افهم الكوره جايه لي عامله ازاي. لان لو انا استقبلتها بشكل غير مناسب للكوره هتطلع مني بره. مهم جدا ان انا اتعامل مع الكوره على حسب وهي جايه عامله ازاي. ممكن في الاول تقع، وممكن تيجي في الماتش تخسر منها او اي حاجه من دي، بس هي استمراريتك على الشيء هو ده اللي هيخليها كويس. حتى لو انت فاهمها وعارفها بس مش بتلعبها باستمرار او مش بتمارسها باستمرار الكور اللي جايه، فهو ده اللي بيحصل. زي استقبال السيرف، ممكن السيرف يكون جاي لي باك سبين كده، كرة بترجع تاني. لو انا مثلا ضربت الكرة كده هتيجي مني في ارضي وفي خسرت خلاص، او تيجي في الشبكه. لازم الكرة وهي جايه لي افهم هي جايه عامله ازاي. هل انا هستقبلها كده، ولا انا هصبر هي طالعه بره هضربها توب سبين، ولا هي فيها باك سبين بس جايه عاليه فاخدها سماش وانا فاتح المضرب بزاويه كده عشان اضربها، ولا هضربها سبين من فوق الكوره. مهم جدا تفهم الكوره جايه عامله ازاي. هي دي نقطه الفصل. ودوران الكوره، هل هو قوي ولا هو ضعيف ولا هو متوسط، علشان برضه بتفرق في زاويه المضرب وانت بتشيل. لان ممكن تلاقي واحد يقول لك ايه، انا باجي اشيل توب سبين بتطلع مني بره. ما انت ممكن تكون اللي قدامك ما بيقطعش كويس فقطعته جايه فاضيه، فالكوره تيجي تشيلها تطلع منك بره. لازم اكون فاهم الكوره جايه لي عامله ازاي. هل هي فيها دوران قوي، هل هي جايه فيها دوران ضعيف، هل هي جايه فيها دوران متوسط. وبناء على كده انا بتعامل على حسب اتجاهها وحسب دورانها والقوه المناسبه ليها والسرعه المناسبه ليها والتايم المناسب ليها. حاجات كتير في وسط لحظه الضربه ديت. عشان كده مصنفه لعبه تنس الطاوله ان هي ممكن تكون اصعب لعبه فعلا في العالم. لان ممكن سرعه الكوره تخرج من ايدي بقوه 80 كيلو في الساعه. فتخيل القوه دي طالعه مره واحده، واللي قدامي مش عارف الكوره فين وهيستقبلها ازاي وهيحطها فين. قرارات في جزء من الثانيه لازم تكون موجوده، فيها حركه الرجل وفيها حركه الوسط بالدراع بالضربه. ولحظه الضربه محتاجه تايم معين للكوره وارتفاع معين، والتوجيه من مضرب في انهي زاويه هضرب الكوره من انهي مكان عشان الدوران اللي جاي لي، وفي انهي اتجاه انا كمان هحط الكوره عشان ممكن الخصم يكون واقف ناحيه الفور هاند بالنسبه له فما اشوطهاش ناحيه الفور تبقى سهله عليه، او يكون واقف على الباك فاقوم مديله على الباك هاند تبقى سهله عليه. يبقى شوف كل ده في جزء من الثانيه. يبقى هي محتاجه عامله ازاي. دي حاجه. طبعا واحد قال لي انا محتاج ان انا اعلي حركتي. حركتك بتيجي من ارتفاع واللياقه البدنيه اللي هي تبقى بتعمل جري وضغط وبطن واطالات وبتعمل كل حاجه. وطبعا زي ما احنا عارفين لازم الجزء النص الاولاني الجسمي يكون بنفس العضلات في النص الجسم الخلفي واليمين زي الشمال، علشان ممكن تلاقي واحد حركته من الشمال لليمين كويسه او من اليمين للشمال كويسه، لكن بسبب ضعف ما في عضله معينه. وممكن رجل تكون ذات نفسها اللي متجزاه لاربع عضلات اماميه وجانبيه يمين وشمال وخلفيه، ممكن تكون حاجه منهم فيها مشكله ضعيفه، فبرضه دي بتاثر. لان احنا اغلبنا ما بيهتمش باللياقه البدنيه والعضله رسمتها عامله ازاي، والعضله لو الخلفيه بتديني قوه فين، والعضله الاماميه بتديني قوه ازاي، والجانبيه اللي هي الداخليه والخارجيه بتوديني ازاي وكده. ففي حاجات كتير جدا من اللياقه بالاخص تخص العضله والمرونه والاطاله والكلام ده كله احنا مفتقدينها بسبب عدم يعني المامنا بيها او عدم اهتمامنا بيها. فدي بتعمل مشكله جامده. حد تاني سالني قال لي انا بيجي لي مشكله عند كوعي هنا، اوقات بيبقى من جوه اوقات من بره، فمش عارف ايه السبب. هو اكيد بيسخن كتافاته بس، لكن ما بيعملش اطاله للعضله اللي هي للاوتار اللي هي حوالين الايه الكوع. لازم اعمل اطالات كده. انا فارد ايدي كده
عشان ابعد عن مشكله تنس البو داخلي وخارجي. كل ده مهم جدا ان انا اعمله علشان خاطر ما يحصلش اي اصابه، لان ممكن تكون عندك لعب كويس وسرعه وكل حاجه بس مش مهتم بالعضله وبالاطاله، يحصل اصابه تقوم مريح لك شهر، ترجع تاني تعمل اصابه تاني تريح لك اسبوعين وهكذا. لان ممكن كمان الاصابه ذات نفسها تبقى مزمنه، تبقى دايما باستمرار موجوده. فلا، ده انا لازم اعالج المشكله واعمل عليها، يعني كاني مركز عليها علشان خاطر انمي المشكله اللي فيها واحاول ان انا اعالجها واحاول اقوي العضله الجزء ده، علشان مش كل شويه يتكرر نفس المشكله ونفس الاصابه. دي حاجات يعني اسئله اتسالتها، واتمنى ان انا افيدكم ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.